أعزائي المشاهدين والمتابعين، تحية طيبة، يسعدكم مساء. أنا شمال علي، وأنتم تشاهدون حلقة من حلقات البرامج من قناة هيوة. قناة هيوة هي قناة يوتيوب في منصات التواصل الاجتماعي، قناة باللغة الكردية، لكن بين الحين والآخر أجد من الضروري أن أجري برامج باللغة العربية، خصوصا في هذه الأيام، وقد شاهدنا ما جرى في سوريا وما يجري، وهناك زوايا متعددة لما جرى من تغيير في النظام في سوريا، يجب أن نتناولها بالبحث والمناقشة. وأجد من الضروري أيضا أن أستضيف في برنامجي أو برامجي ناشطين، وخصوصا من الناشطين اليساريين في الساحة السورية، لعل مستمعيني في العراق باللغة الكردية وفي إيران باللغة الفارسية يستطيعون أن يتابعوا معي ما يجري في هذا البلد من تغييرات، وما هي آفاق المستقبل بالنسبة لتلك التغييرات. غرضي من هذه البرامج أن أنشئ ما يشبه جسرا للتواصل بين الناشطين اليساريين وبين القوى اليسارية في المنطقة، التي أجدها شخصيا من الضرورات الحيوية لهذه المرحلة لمجابهة الرجعية والقوى الإمبريالية والقوى الظلامية من قومية فاشية وإسلامية إرهابية. اليوم أرحب معكم بالضيف العزيز الرفيق أسامة العاشور، وسنناقش مع بعض التغييرات في سوريا، ونسأل إلى أين تتجه من الأوضاع الحالية. مرحبا رفيق أسامة، سعيد أهلا جدا. وسهلا بك شتمال، وأهلا بكل المشاهدين الأعزاء، وشكرا كثير على الاستضافة، وأنا كثير سعيد باللقاء معكم. ممتن جدا طبعا لتلبية دعوتي، وأنا سعيد أن أستضيفك، أول ناشط يساري من سوريا، وهناك سلسلة من البرامج، وأسعى بكل جهودي إلى أن أستضيف أكبر عدد ممكن من النشطاء اليساريين والماركسيين والشيوعيين من هذا البلد. شكرا. طبعا الناس اللي ما يعرفوا الرفيق أسامة العاشور، رفيق أسامة من الناشطين السياسيين والذين يتبنون المنهج الماركسي من سوريا، وناشط عديد، هو سجين سياسي مخضرم، قضى حوالي أكثر من 16 سنة في سجون النظام حافظ الأسد، وأيضا لفترات متقطعة في زمن أو في عهد الدكتاتور الدموي بشار الأسد. كان أحد المؤسسين أو الأعضاء المؤسسين في المؤتمر الأول لحزب العمل الشيوعي في سوريا. ليس له ارتباطات سياسية في الوقت الحالي بأي حزب من الأحزاب، ولكن ما زال ناشط سياسي مدني، ويناضل في صفوف عدد من المنظمات المدنية، وخصوصا المنظمات النسوية، ويعتبر نفسه رفيقنا أسامة العاشور أحد نشطاء من ضمن الحركة الداعية للمساواة بين المرأة والرجل. رفيق أسامة، أنا طبعا قبل ما أذكر أو نتناقش مع بعض الوضع في سوريا، أحب أنك تتعرف أكثر عن نفسك لمشاهديني. هل حضرتك ما زلت تعتبر نفسك ناشط يساري اشتراكي ماركسي، مع أنه ما في ارتباط بالحزب حزب العمل الشيوعي؟
أو عسى أن تذكر لنا، يعني لو تسمح تذكر لنا نعم. تاريخ حزب العمل الشيوعي وكيف تأسس، يعني تفضل. آه، كتير كويس هذا السؤال، لأنه فعلا تجربة حزب العمل الشيوعي في سوريا تجربة مميزة. حزب العمل الشيوعي ما إجا انشقاق من الأحزاب الشيوعية التقليدية مثل كتير من التنظيمات، وإنما كان نتيجة يعني الرد على الهزيمة الكبرى عام 67. فصارت مراجعات ضمن حركة القوميين العرب اللي تحولوا للماركسية، بتعرفوا. المهم بعام 1970 وبعد هزيمة المقاومة في الأردن، صار في عند الشيوعيين السوريين فكرة إنه تحرير فلسطين أو مواجهة الإمبريالية ينطلق من دمشق، وبدوا بقى لازم انه يعني كل شيوعي ينشط ببلده، مو نروح بشكل هيك جماعي لنروح نقاتل ضمن المقاومة الفلسطينية وعلى اساس هذيك جبهتنا الرئيسية، اما بدنا ننجح او نفشل. فاجي عملنا مراجعات، صرنا بقى نحاول ندرس واقعنا السوري يعني، وكيف ممكن نرد عليه ضمن افق ماركسي حقيقي، انطلاقا من فهمنا الجديد للماركسيه انه هي تحليل ملموس لواقع ملموس. وفعلا كان هذا، يعني طبقنا هذا الشعار. وعلى المستوى العالمي كان مبدأنا هو نقد بدون عداء وتأييد بدون تبعية. وتعرفوا كان الصراعات بين الصين والاتحاد السوفيتي وبين التروتسكية، فكنا نحن فأخذنا يعني الموقف الغير منحاز والذي ينطلق من اهتماماتنا الواقعية أصلا. بال76 تأسس هاي الحلقات، أفضت بعد عدة يعني مؤتمرات، وصلت لمرحلة أنه عملت رابطة العمل الشيوعي، وكان بذهننا أنه نوحد جميع القوى الشيوعية الثورية في سوريا ضمن إطار واحد. بعد 5 سنين من العمل وصلنا لطريق مسدود، لأنه لا يمكن أنه تجمع اليمين مع اليسار والانتهازي مع الثوري والتقدمي مع يعني والنقدي مع مع التقليدي. فنأسس حزب العمل الشيوعي في سوريا بعام 1981 واستمرينا. طبعا الحزب تلقى ضربات أمنية شديدة جدا لعام 87. كانت الحملة الأكبر، أنا اعتقلت عام 1982 وضليت طبعا ضليت 10 سنين بدون محاكمة. بعدين تحاكمت وانحكمت 15 سنة بتهمة معاداة الاشتراكية. تصوروا إنسان شيوعي يعني، أنا انحكمت بتهمة معاداة الاشتراكية وانحكمت 15 سنة. طبعا قضيتهم كلهم وما طلعت يعني ضل في تمديد لبعد سنة وشهرين، يعني لطلعنا بنتيجة ضغوطات حقيقة دولية يعني. ف يعني الحافظ أساد طالعنا نحن 30 شخص محكومين ومخلصين أحكامهم، وكان من معنا يعني المناضل الشيوعي كمان الكبير الأستاذ رياض الترك الله يرحمه، وطلعنا 30 فقط 30 واحد يعني نتيجة هذا. وكان مقابلة إنه ميتيران بده يجي لسوريا وهيك قصص يعني. المهم طلعنا بعد ما انهينا أحكامنا يعني، وما طلعوا رفقاتنا إلا يعني لبعد ما توفى أو توفى حافظ أسد بعام 2000 يعني. فمسار كثير معقد. بعد 2000 كمان تم أسسنا لجان إحياء المجتمع المدني، لأنه كان مجتمعنا متصحر وما فيه سياسة، فشفنا الهدف الأساسي هو إعادة السياسة للمجتمع. قام بلجان إحياء المجتمع المدني بعد إعلان دمشق، بعد بدأت مرحلة الثورة ضد النظام.
بال2011. بكل هالمراحل كمان كنا نعتقل لفترات ونخرج ونعتقل ونخرج ونعتقل ونخرج. بعدين خرجت أنا نهائيا، يعني خرجت من سوريا بال2013، بعدين بال2014 طلعت على ألمانيا، وهلأ أنا موجود في ألمانيا. نعم. ذكرت حضرتك قبل أنه حزب العمل الشيوعي طبعا رفض التعاون مع النظام، وعكس الحزب الشيوعي السوري مجموعة خالد بكداش ما كنتوا أبدا ضمن الجبهة، ورفضتوا الدخول في الجبهة الوطنية، واعتبرتوا أنه يعني وأيضا حضرتك ذكرت لي أنه التوجه الشيوعي أو الماركسي عند الحزب حزب العمل الشيوعي كان انه احنا بعكس ما يدعى بانه الشيوعيه ضد الليبراليه، كنتوا تعتبروا الماركسيه والشيوعيه تجاوز للليبراليه وليس تيار معادي للتوجه الليبرالي والحقوق الفرديه والاجتماعيه. نعم، هون في نقطة كثير مهمة بدي أوضح. وقت كنا بحزب العمل الشيوعي نحن قلنا أنه يجب التركيز على الديمقراطية. الديمقراطية هي حقوق الشعوب، يعني الشعب يريد، يعني حقيقة أنا بعد ما طلعت من السجن فكان لسه قدمت بالنقد شوي أكثر، وقلت وهذا سبب عدم رجوعي للحزب. الحزب رد، يعني جمع حاله وتأسس بال2003 على نفس الأسس القديمة، فصار حزب تقليدي أيضا. فأنا بالنسبة إلي لا، أنا قلت مو بس على أنه الإنسان الماركسي أو التحليل الماركسي مو لازم يحوز ما قبله يتجاوزه فقط الديمقراطية، بل حتى الليبرالية. يعني دور الفرد في التاريخ والحقوق الفردية ضروري هي نعتمدها، وحقوق الشعوب أيضا الديمقراطية، ومن ثم الماركسية اللي ممكن تتجسد بالاشتراكية، اللي هي بتكون تتويج لهذه المراحل، مو تجي بوضع أنه تلغيها. أو التجاوز ليس بمعنى الإلغاء أو القفز فوق، وإنما هو الاستفادة من هذا يعني التقدم التاريخي البشري اللي وصلنا له، ونطلع فوق ونحققه، ومن ثم نتجاوزه إلى ما هو أعلى. بينما أي واحد بتجي بتحكي هلا بتقول إنه أنا لازم يعني بالنظام الاشتراكي تحترم الحقوق الفردية والحقوق الجماعية وحقوق المكونات، بيقول لك شو أنت صاير ليبرالي، شو صاير كذا يعني. فهي الفكرة، لا، أنا بعتبر هذا الدفاع عن الحقوق والحريات هو الموقف الماركسي الحقيقي. جميل جدا. اوكي، يبدو لي انه هذه كان مقدمه مفيده للدخول في موضوعنا، موضوع حوارنا الاساسي اليوم، اللي هو حول ما يجري في سوريا او التغييرات اللي جرت في سوريا واللي على يعني وشك الحدوث ايضا. يعني البروسيس العمليه ما منتهيه بهذا البلد، وهناك يعني يبدو انه في الافق يعني حتى مفاجآت فيما يتعلق، او ممكن انه تحولات وتطورات دراماتيكيه بالوضع ما حد حاسب حسابه. لانه طبعا وضع معقد وفي قوى متعدده متداخله بالوضع السياسي وبصراعات في هذا البلد، فيعني ممكن انه المستقبل يكون حبله بالعديد من الاحداث والتطورات المفاجئه والمتسارعه. حضرتك أول شيء كيف شفت التغييرات اللي صارت؟ أكيد كنت سعيد بسقوط النظام، ولكن هل مخاوف ما ممكن أن يحدث في المستقبل يفسد عليك سعادتك أو فرحك؟ هل ما ممكن أن يحدث أو ما ممكن أن ينتظر هذا البلد من مآسي على يد الإسلاميين كما يعتقد البعض؟ بالنسبة لي أنا أتصور أن الإسلاميين ممكن يجيبوا أي بلاء على المجتمع، ولكن ما أتصور اللي ممكن يكون التصور أو الاحتمال الأول اللي ممكن ننظر له كفعالين وكناشطين. لازم نتأمل إنه يكون في تصور أو في اتجاه آخر للتطور. وهي
ولكن هل يفسد عليك المخاطر الموجودة فرحتك وسعادتك بسقوط النظام؟ لا لا قطعا. يعني التاريخ كله هو عبارة عن مفاجآت، يعني يعني الصراع الطبقي بيمر بمنحنيات ومنعطفات هائلة جدا، يعني ولا شيء مضمون ولا يوجد حتمية تاريخية. أنا بالنسبة لي يعني بس بدي أحط يعني بداية التحليل الملموس. كيف التحليل الملموس؟ هلا مشان نعم. الواحد يحلل بشكل ملموس، اول شيء شو الاطار المعرفي اللي بده يفكر فيه. هلا بعلوم الاجتماع بيقولوا لنا سبب الخطا هو ممكن يكون النقص المعرفي، الانحياز الايديولوجي، بس في نقطه ثانيه هو يعني نعم. التصور النمطي أو عدم التفكير حقيقة بالظاهرة. يعني بتعرف أنت في مستويات أشكال المعرفة بالماركسية، يعني هي مستويات ليس الحس أو ما تراه مباشرة هو الحقيقة، يعني فالحقيقة هي حسية وعقلية وحتى في محاكمات فكرية يعني أخرى. فنحن أنا برأيي بضيف سبب ثالث، هو مسألة كمان التفكير بالصور النمطية، ومن ثم في كمان سبب رابع وهو الخوف والهلع. يعني إذا واحد بده يفكر ضمن مخاوفه الخاصة، فهذا ما بيقدر يكون إنسان موضوعي أو يحلل تحليل واقعي. هلا بالنسبة للوضع السوري، أنا بشبه الوضع السوري، نحن كنا 54 سنة نعم. علقانين بعنق الزجاجة. يعني كل محاولاتنا للنضال والإصلاح من داخل النظام وصلت لطريق مسدود. قمنا بالثورة وما قدرنا نسقط النظام، يعني علقنا بعنق الزجاجة وما قدرنا نكسر هذا العنق لننتهي. هلا حاليا بعد 14 سنة من الثورة، أنا برأيي تم كسر عنق الزجاجة. هلا بكسر عنق الزجاجة انفتحت خيارات أمام الشعب السوري، ليس نعم. كلها وردية قطعا. هلا نحن بوضع عصيب جدا جدا جدا، وليس سهلا أبدا. لأنه تمت صحيح ما تم هو نتيجة تضحيات وتراكمات هائلة جدا بالنسبة للشعب السوري خلال 14 سنة، قدم فيها مليون شهيد وتضحيات هائلة وكذا. بس القوى اللي كسرت الصخرة أو كسرت عنق الزجاجة هي قوى إسلامية متشددة. نعم. نعم. هذا بيعمل مخاطر كثير كبيرة. طبعا أول شيء نحن لازم نعرف، يعني لا هيئة تحرير الشام ولا أي قوة إسلامية مثلها ممكن تبني الديمقراطية في سوريا. يعني هذا بيكون شيء يعني خطأ. طبعا. بس الوضع الحالي في سوريا، ليست هيئة تحرير الشام هي القوة الوحيدة التي تتحكم به. هو عبارة عن صراع، يوجد في سوريا صراع إرادات هائل جدا، محلية وإقليمية ودولية. الوضع السوري النهائي بعد ما يستقر قليلا سيكون محصلة مجموع هالإرادات كلها، ما راح يكون محصلة إرادة تحرير الشام أو ما تفرضه تحرير الشام أو القوى الإسلامية المتشددة. يعني أنا هذا تصوري، وبالتالي من هون بشوف التفاؤل التاريخي أو التفاؤل الاستراتيجي بالاعتماد على دور ونشاط القوى الفاعلة في المجتمع. يعني أنت بمقدار ما تتدخل بصناعة التاريخ فبتوجه اتجاه التاريخ بهذا الاتجاه أو ذاك. إذا جينا رجعنا وانكفأنا كقوى سياسية يسارية أو ديمقراطية أو مدنية، فطبعا راح ينفسح المجال للقوى الأخرى، لأنه هي تتسيد الساحة وهي تحتكر الإنجاز هذا لوحدها. يعني طبعا هلا كلهم بيقولوا انه، يعني انا بالنسبه لي للتحليل الملموس كلهم بيقولوا انه كل شيء مرتب وكله عباره عن يعني توافق أيوه. ضمني وماشي بمسار معين وكل شيء مخطط له. انا
اسمح لي أنا صديق شدمان، بالنسبة للأصدقاء أنا ضد هالمنطق كليا. طبعا. أنا إنسان واقعي، بدي أتعامل مع الوقائع كما هي. أول شيء يعني تعرف لينين وقت بيقول إنه الثورة لا تنقام إلا وقت بيصير في يعني عاملين. عامل إنه الطبقات السائدة ما بقى تقدر تحكم بالطريقة التي تقدر تجدد فيها نفسها بالطريقة السابقة القديمة، ولا القوى المضطهدة أو المستغلة تقبل باستمرار هذا الوضع. هذا من ناحية الظرف الموضوعي. أما إذا ما كان في ظرف كمان ذاتي يتوافق مع هذا الظرف الموضوعي، فلن تحصل الثورة، ولن تنجح، ولن تستطيع القوى المناهضة للطبقات السائدة تقدر يعني تكسر هي الهيمنة أو هي السيطرة من الطبقات المسيطرة. وحتى بالبيان الشيوعي بتعرف ببدايته أنه ممكن أحد الطبقتين في الصراع الطبقي، ممكن أحد الطبقتين تنتصر على الطبقة الأخرى، أو يستمروا بالصراع ويتفتت المجتمع كله ويضمحل يعني، ويصير مثلا تشتت وتقسيم وتفرقة وتجزؤ وكل الأمور. فالتاريخ حمال يعني كثير احتمالات فيه، ولا يمكن أنه نتنبأ بنهاية الصراعات، وإنما ممكن نعقلن هذه الصراعات وقدر الإمكان نوجهها بالاتجاه التقدمي وبالاتجاه الإنساني. فأنا بشوف أنه فعلا بالنسبة للثورة السورية كان فعلا في ظرف سياسي كتير مناسب لسقوط النظام. يعني العامل الدولي والعامل الإقليمي كان مناسب تماما. يعني النظام ما بقي، يعني الشعب وثار ضد النظام، تعرفوا أنتم ما النظام صمد بقوته الذاتية، وإنما استدعى الميليشيات الإيرانية وحزب الله، ومن ثم استدعى القوى الإيرانية، الحرس الثوري الإيراني بال 2016 وثبتوا. بعدين ما حتى هدول كلياتهم ما قدروا، قام استعان، تعرف قاسم سليماني راح على بوتين وقال له دخلت روسيا بال 2015 حتى تثبت النظام. طبعا هاي القوى الثلاثه بعد بعد حادث 7 أكتوبر بال 2023 تغير الاتجاه العالمي، وصار هلا بقصقصة أزرع إيران في المنطقة، وفعلا تم بقى ضربة تدريجيا، فانكفأت من الوضع السوري. وإجا في عامل مساعد، هذا كمان ما علاقة فينا احنا يعني، بس الصراع الروسي الأوكراني بال 2022 وبعد 23 و24 عم يتلقى ضربات كثيره، وتراجع وانسحب كثير بقوته من سوريا. فهون صار في مثل فراغ استراتيجي يعني بالنسبه لسوريا، والعقوبات الاقتصادية وتعنت النظام وعدم وجود أفق للحل، و90% من الشعب السوري بحالة فقر. فهذا كله عوامل مساعدة. فوقت صارت، وبالمقابل كانت في قوة ذاتية هي هيئة تحرير الشام فعلا عم بتخطط وبتنفذ وعم تنتظر اللحظة المناسبة. وفعلا هو الجولاني قال الحرب هي عبارة عن استعداد وفرصة وخدعة كمان، يعني فعلا فيها خدعة، لأنه هو ما كان واضحة قدامه الصورة، ولا كان يعني يمكن يعني حدا ممكن يوافقه على المشروع هذا. هو بدي على أساس أنه بده يعمل رد العدوان بمنطقة يرجع لحدود خفض تصعيد المنطقة الرابعة لل2000 فقط. ومن ثم وقت هو حطت خطة لأكثر أنه يوصل لحلب، يوصل كذا، ففعلا قدر بالخطة العسكرية يوصل لحلب بعد انهار النظام، بعد حتى أهالي كل مثلا وقت تقدم لحماة ولحلفايا وللمناطق، حتى لمناطق قاعدة النظام، عائلات
أهل الجنود طلبت من الجنود ما يقاتلوا لأنه نعم النظام نعم. كأنه كان الوضع يعني أو انهيار جيش النظام كان مفاجأة حتى بالنسبة للمقاتلين من جبهة النصر أو من هيئة تحرير الشام. صحيح. لأنه أساسا هو ما كان هدف من أهداف الحملة أنه يتغير النظام، كان الهدف أنه يتغير موازين القوى حتى تجري المفاوضات ويتم فرض شروط معينة على النظام، ولكن شافوا أنه هذا النظام أساسا مهترئ وأساسا ما ممكن أن يتحمل حتى ضربات عسكرية بسيطة. أنا سمعت أنه 350 شخص من هيئة تحرير الشام قدروا يسيطروا على مدينة حلب، بمدينة كبيرة مثلا عدد السكان حوالي 4 ملايين، وإذا كنا نقول أن النصف موجودين يعني 2,000,000 إنسان. تم السيطرة على هاي المدينة الكبيرة خلال يوم أو يومين ب 350 شخص. فهو كان أساسا النظام مهترئ، وأن أساسا النظام معتكز على عكازات إيران وروسيا، ويتنفس بنفس حزب الله. يعني إذا ما كان حزب الله موجود في الساحة فما كان بإمكانه أنه يستمر بالحياة. نعم استمال، تحليلك صحيح وانت مستند لوقائع. فعلا بالبداية حوالي 300 مقاتل هن كانوا طليعة الهجوم. بعد دخل هذا، لا الهيئة عندها شيء ما يقرب كان من 25,000 مقاتل، وفي عندها احتياط تحسن يعني كانوا يتجهز في حوالي 50,000 آخرين. طبعا هو هذا يعني جولان شو عمل؟ يعني هو من 2020 بدي يخطط لكيف بده يواجه التداعيات اللي صارت بعد خفض التصعيد. طبعا الجولان غير مرحب فيه لا داخليا ولا خارجيا ولا حتى من الاتراك. كثير ناس بيقولوا الاتراك لا، يعني الحكومه المؤقته والجيش الوطني هذول تابعين للاتراك بشكل مباشر. الجولاني لا، يعني بس هو ما بيعادي تركيا طبعا، بس هو اعتبره ظهير وحليف، بس ليس هو تابع مباشر لها. بس هو فعلا عمل نموذج دوله مصغرة، ويعني نجح تدريجيا بأنه يبني قوة عسكرية منضبطة ومهذبة، وتخلى عن فكر الفصائلية. الهيئة وقت نزلت للقتال قاتلت كجيش وليس كفصائل، ضمن قيادة موحدة، ضمن خطة مدروسة. طبعا هو كان حيطت بمخططه السيطرة على حلب، وإنما السيطرة على دمشق كان بدها 6 أشهر. بس هو فاجأ أنه صارت بأسرع كتير خلال 10 أيام. فبالتالي بتشوف أنه هو يعني عمل خدعة، وطريقة العسكرية اللي دخل فيها فعلا طريقة يعني ذكية أنا بسميها، يعني عمل فيها تضليل. هو حشد قواته على محور الأبزيمو، في حين دخل من محور الشيخ عقيل حلب، اللي بيعرف مدينة حلب هي ممر مملوء بالألغام. فهدول كانوا اجوا المساء، هدول 300 كل يوم بالليل يفككوا الألغام، ومن ثم ثاني يوم دخلوا ضربوا مركز التحكم والسيطرة في الزربة، وفيه كان العقيد الإيراني يعني قائد الكذا. فقطعوا صلة الوصل بين كل يعني مواقع القوة في الجيش في عند النظام. فهذا اللي أفقد القيادة والسيطرة. صارت كل مجموعة بدها تقاتل لحالها وما تعرف كيف تاخذ احتياطاتها، وتلاقي حالها محاصرة. بس الخطة كمان اللي اعتمدها هو فعلا حدد انه قال نحن ردع العدوان اولا، الشغله الثانيه عداله لانتقام. فجنب المعارك الصفريه، ما كان يحاول يبيد الخصوم وانما يفككهم. فدوما يحاصرهم من 3 جبهات ويترك لهم ممر للهروب.
نعم نعم. إيه، فهذا ففعلا وقت عم بينسحبوا وبدون تنسيق مع المركز، فعم بينسحبوا انسحاب غير منظم، فبالتالي فكك الجيش وفتح طريق للتسويات وللمفاوضات. ففعلا تمت هالعملية الضخمة جدا، يعني فعلا اقتلاع نظام عمره 54 سنة، وهذا يعني بخسائر كتير بسيطة بين المدنيين، يعني فعلا بدون إراقة دماء وبدون دمار، يعني شيء بسيط جدا، عرفت، وبشكل سلمي. يعني هذا كان فعلا شيء ما يعني بالنسبة إن يعني وحتى بالنسبة للمحللين العسكريين، يعني حتى الشيء كان فوق التوقعات. وفعلا بس كان في نقطتين كتير همتين ساعدته، هي فعلا عزوف المجندين عن القتال، الروح المعنوية صفر. الشغلة الثانية إنه الأهالي يعني كان بدها الخلاص بأي شكل، لأنه السياسي والاقتصادي والعسكري وكل المجالات. فهذا كمان ساهم بالنظام. لاحظت أنت يمكن يعني حتى قوات الجنوب تحركت باتجاه دمشق قبل ما توصل قوات الهيئة لدمشق. نعم يعني نعم. صار هذا شيء غير محسوب وغير متوقع، وما معقول كله متفق عليه ومنظم يقولوا. بالعكس بالأساس أنه هذا التصورات، طبعا هناك تصورات معينة رفيق أسامة، أنه حتى مع الأسف بعض الاشتراكيين في تصوراتهم لخطط وسياسات القوى الإمبريالية والقوى الرأسمالية، تصورهم يفوق الخيال بعض الأوقات. يعني تصورهم لتصور مثلا إله معين يعني يتحكم بالمقدرات كيف ما شاء، وما في أي مقاومة ولا في مجتمع ولا في بشر ولا في تاريخ ولا في ودوما بيقللوا من دور الفاعلين الاجتماعيين وبيفكروا الناس بالضبط. يعني هذه نقطة أساسية. يعني وأنا أتعجب. نعم. كأنه البشر أحجار شطرنج، كأنه إحنا يعني الجماهير والناس ما إلها أي دور بأي يعني. وهذا التصور الإلهي للبورجوازية، ما أعرف إنه الناس يناضلون من أجل تحرير البشر وتحرر الإنسانية، كيف ممكن يتوقعون إنه البشرية راح تتحرر إذا كان هم تصورهم من نفس الفاعلين والناشطين السياسيين تصورهم للنظام، للأنظمة الحاكمة أو لمؤامرات القوى الإمبريالية بهذا الشكل الخيالي والأسطوري. يعني كأنه في قوة خارقة هذا كان هو بيفسروا مثلا، يعني أنا ما بفسر إنه مثلا والله ما يعني أحمد الشرع ما هو سوبرمان ولا بس إنسان كان عم بيقرأ الوقائع وفعلا تجاوزته، بس أخذ قرارات صحيحة. يعني هلا بعد ما سيطر على حلب فعلا دخل أردوغان وقال إنه هون ما بقى، يعني هذا شيء كتير مهم ولازم أنا استثمره، لأنه إذا ما استثمروا أردوغان بيطلع برا. فهون استثمروا ودعم، ومثل ما شفت ترامب قال إنه استفاد أردوغان أو عمل استيلاء ودي على سوريا، عمل معنى ما استيلاء ودي على سوريا. هذا بس أردوغان كمان وتتطور الأحداث بهذا، وعم بشوف هذا الشيء بخدمه، ليش بدي يقول لا، بده يتدخل فيه حتى النهاية ويستفيد منه. لاحظ بيقولوا القوى هي كانت كلها متفقة وكذا، هدول حطوا الاجتماع تبع أسيتانا 7 بالشهر. ب7 بالشهر كانت سقطة حمص وهو نازلين بطريقهم لدمشق. 8 شفت 8 الصبح، يعني يوم 8 الساعة 6:18 بتوقيت سوريا أعلن رسميا سقوط النظام. وإنه وطبعا يعني حسب المعطيات إنه يعني رأس النظام هرب الساعة 10 بالليل، بس ظلت مجموعات عم تقاوم وكذا إلى آخره، ما أعلن لل6 الصبح من يوم
8 بالشهر. فتصور شلون كان الموضوع، يعني انه فهدول القوى عم تجمع انه مشان تثبت النظام ويبدو المفاوضات يعني. نعم. بس ما كان انتهى الوضع. فالمعطيات تتغير، وهو أخذ القرار، يعني تحمل مسؤولية القرار حتى النهاية. وشفت هو دخل لدمشق بعدين رجع للساحل، يعني ما كان عم وأصلا نظريته اللي دخل انتقدوا عليها كثير عسكريين، لأنه أنت عم تقول له عم تتقدم بسرعة بدون ما تمشط المناطق وراك، فممكن انت يجيك هجوم التفافي من خلفك ويكسر كل هالهجوم. وهو كان رأيه لا، انا اذا بدي اوقف الهجوم تبعي لازم، فبدي اعطي فرصة للنظام ليعيد تنظيم نفسه، يعمل خطوط دفاعية، ما اقدر فلازم اتقدم باسرع ما يمكن. هي عفوا هي كلها تفصيلات عسكريه شوي. بس نعم. الانسان السياسي لازم يعني يكون ملم بكل ابعاد الموقف، ان كان الجانب العسكري ولا موازين القوى، لانه بالنهايه بدنا نحلل موازين القوى، وما ممكن يعني نحط على جنب موازين القوى العسكرية. موازين القوى العسكرية هي اللي تتحكم بموازين القوى السياسية وتعطي ثقل لكل طرف في الصراع يعني. جيد جدا. من هاي المقدمات وهذا التحليل اللي صار، فينا نتوصل انه مثلا خيوط، يعني راس خيط لفهم المتغيرات اللي ممكن تصير بالمستقبل، ممكن تأتينا من هالتصورات هاي. طبعا قبل ما انتقل لهالجانب هذا، اريد من المتابعين انه يعني يساعدونا في نشر الفيديو على أوسع نطاق، وإذا ما كانوا من المتابعين لقناتنا على اليوتيوب يعملوا متابعة الآن، ويعني ويخبروا أصدقائهم والناس المرتبطين بهم عن القناة. نحاول إنه هذا القناة هذا ممكن إنه يكون نافذة على اليسار بالمنطقة، وراح تساعدوا أنه توصلوا صوتنا لأكثر عدد ممكن من المشاهدين والراغبين في سماع ما يحلله ما يتصوره اليساريون في سوريا. رفيق أسامة، الوضع بالمستقبل كيف تتصور أنه ممكن؟ هل هناك أمل في أنه القوى اليسارية والقوى التقدمية المنادين بالحد الأدنى للحقوق والحريات في سوريا، أنه بعد هالتحركات هاي من قبل يعني هم ناس أكيد من خلفية قاعدية ومن خلفية إسلامية إرهابية كيف ما كانوا. وأنا إذا سمحت لي أرجو أنه نذكر اسم أبو محمد الجولاني. أبو محمد الجولاني يعني أنا ما أريد أسميه أحمد الشرع، لأنه أنا يعني أشوف أنه هذا نوع من الالتفاف على الحقيقة، أو نوعا ما السعي لأجل تقديمه بصيغة أخرى، وأنا ما أشوف هذا الشيء. يعني هذا الرأي، على كل حال أنت حر إنه كيف تشوف الوضع، بس أنا أتصور إنه ما زلنا بحاجة إن نسميه باسمه الحقيقي، وإنه نحذر الناس والتحرريين والجماهير التواقع للتحرر واللي ثاروا ضد النظام البائد لأجل يعني من 11 سنة من 13 سنة لأجل حياة أفضل ولأجل حريات وفسحة أكبر للحقوق والحريات الأساسية بالمجتمع. فما يجينا إسلامي ما يقدر يذكر بصورة صحيحة بصورة واضحة وبدون مواربة دفاعه عن حقوق النساء. لما يجي موضوع الاعتراف بإسرائيل ما عنده أي مشكلة أنه يعترف بإسرائيل، يقول الدول المجاورة لنا في سوريا كتركيا وإسرائيل، يعني اعتراف ضمني بوجود دولة إسرائيل. ولما يسألوه عن حقوق النساء
ما يقدر يجاوب بنفس الوضوح وبنفس بدون مواربة انه هو مع حقوق النساء. فاتصور انه هذا هو الشخص، هاي هي التيارات، هاي هي التيارات المسيطرة في سوريا الآن. كيف تشوف الوضع بالمستقبل؟ هل هناك فرصة أن تلملم القوى اليسارية والتقدمية صفوفها وقواها وتواجه التحديات المقبلة؟ أول شيء يعني بشكرك كتير، بس يعني إذا بدنا نكون ماركسيين حقيقيين ما بصير نعمي مثل ما بتقول أو نحط ظلال على عيوننا. يعني التحولات اللي عم بتصير عند أبو محمد الجولاني، هو أول شيء كان الفاتح أبو محمد الجولاني، بعدين صار أبو محمد الجولاني، بعدين اختصار الجولاني، بعدين أحمد الشرع، وكل مرحلة عم ترتبط بتغير معين. عرفت؟ يعني فعلا هو بالبداية كان دخل سوريا بعد ما طلع من السجن بالعراق بال2011، بآب 2011 دخل سوريا بعد كم شهر يعني. وكان هدفه هو مد سيطرة دولة العراق الإسلامية في سوريا. هذا مثل ما بتقول هذا المبرر اللي خلاه يرجع على سوريا، وفعلا التقى البغدادي ودخل بهذا. بس شو سمى حاله بالبداية؟ جبهة النصرة لمجاهدي الشام من أهل الشام. هذا الاسم الكامل لجبهة النصر، وفعلا كان جزء. طبعا بال2013 بتعرف اختلف مع البغدادي ودخل صراعات عنيفة جدا، ووصلت لمرحلة انه بدهم يبيدوا بعض، وحط حاله تحت تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. فهون سمى حاله فتح الشام. وتخلى عن كلمة الفاتح وصار اسمه بس أبو محمد الجولاني. هون وكان معتمد بشكل كثير على المقاتلين الأجانب وما شابه وكذا. بس بعد كمان حتى عن القاعدة تخلى تماما بال2015، ودخل كمان خلافات مع هدول المقاتلين اللي من خارج الغير سوريين يعني الأجانب يعني. وعمل تحولات كبيرة حتى بتفكيره السياسي. ويمكن الغرب كان عم يتابع هاي الأمور أكثر مننا نحن. أنا واحد من الناس اللي ما كنت متابع، هلأ شيء جديد فعلا صرت بقى درست تاريخه كله شلون بالتفصيل، وعرفت شلون التحولات وشلون كذا وهيك. بس لأقول لك شغله، بال2016 ده كمان دخل وهو ملاحق من قبل تنظيم الدولة، وملاحق من قبل القاعدة، وملاحق من قبل، وعمل تغييرات كثير كبيرة وخاض صراعات كثير عنيفة، ولبين ما قدر يبلور هذا جبهة تحرير الشام. على كل بس ضل عليه انه هو ارهابي. وتعرف امريكا كانت رصدة 10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات للقبض عليه. يعني هذا الموضوع. بس لازم نحن نشوف هالتحولات وشو خلفيتها. فهو فعلا انسان براغماتي ويتطور، يعني ما يعني بالذبح جيناكم. وانا بدي اقول معلش، يعني اذا هو كاذب ولا هو صادق، انا افترض كاذب صح. فخلينا نقول ليش هذا عم بكذب؟ ليش ما بغدادي بيقول انا بالذبح جيناكم وبدي هذا؟ لانه هذا التكتيك خلص وشايف حاله هو هذا تكتيك فاشل جدا ومدمر. وبالعكس يعني حتى في تقارير استخباراتيه بتقول انه هو ساهم باعطاء معلومات لقتل البغدادي. في هذه مؤكده، هاي معلومات مؤكده. فهو يعني في انتقال جذري. ما انا بقول انه شيء مظهري، بس لي افترض جدا هلا انه هو شفت انت بالبدايه
يعني شال اللبس التقليدي وشال اللفحة وصار يظهر بوشه الحقيقي. وبعدين يعني طبعا هو معروف أحمد الشرع من أول ما شال وشه الحقيقي بال 2017 وعمل تجربة إدلب، خلص بين إنه هو أحمد الشرع ليس هو، بس الاسم الغالب عليه. هلا عم يغير أكثر، ودخل دمشق شفت دخلوا بثياب عسكرية وليس بثياب دينية. وبعدها هلا وقت صار انه يقابل السفراء وكذا لبس مدني يعني عادي، وطقم وجرافيتا وما شابه. إيه طبعا نحن ما بهمنا المظهر، بهمنا الدولة يعني شو بدها تكون، يعني تكون الدولة مدنية، مو انه يلبس لي طقم وجرافيتا انه مظهر مدني. هذا ما بيأثر علينا ابدا. بس كفكرة انه لازم نحن نشوف هالتحولات بعين الاعتبار. هلا انا مثل سألت سؤال، اذا كان يكذب مثلا فهو لماذا يكذب؟ لازم الانسان الماركسي لازم يسأل لماذا، ليش ما قدم حاله بالصور القديمة وليش عم بعمل هيك؟ ليش؟ لأنه بيعرف تماما لن يستطيع أن يكون له موقع مقرر في وضع سوريا إذا كان بالشكل القديم، وأنه هو محطوط تحت المجهر الداخلي وتحت المجهر الإقليمي وتحت المجهر الدولي. يعني هذا شيء طبيعي. وفعلا بس يغير راح التانيين يغيروا كمان. يعني نحن لا يعني الإنسان الماركسي ما بيعطي أي سلطة أو أي صك على بياض، يعني لا يمكن. بالأساس نحن يعني بموقع ما لنا بموقع الموالاة، وإنما بموقع الناقد والمتنبه. يعني هلا بخصوص الوضع في سوريا، تعرف في نظريه يعني بالسياسه او بالعلم السياسي بيقول لك نظريه الصفر الاستعماري. الصفر الاستعماري شو يعني؟ انه الاستبداد هو ما تحت الصفر، مثل الجليد المطبق. يعني وقت اجى التدخل الامريكي في العراق اعتبروها نظريه صفر، انه حطنا على مستوى الصفر، فمن صفر ممكن بقى ننطلق باتجاه الافضل او باتجاه الكذا، وممكن نرجع لوضع الاستبداد والتفتت والماشي. هلا نحن فعلا انا بقول كنا بمرحله الاستبداد، كنا ما تحت السياسه، ما في امكانيه لممارسه اي عمل سياسي. 14 سنه تصور محادثات بلجنه دستوريه، ما قدرنا نطالع معتقل واحد من السجن، ما قدرنا نرجع شخص واحد بشكل طوعي لسوريا، ما قدرنا نزحزح النظام قيد أنملة. فليش كل شيء جمود مطبق؟ فهذا ما في إمكانية لعمل أي شيء. هلا في إمكانية للعمل وللنضال. هلا أول شغلة إنه هو فعلا يعني على المستوى الخارجي هو حكى إنه نحن جيش منهك، بلد منهك، بلد منهار، كذا شغلة ما فينا نواجه، ولا يمكن إنه إلا نقيم حسن جوار مع كل الدول ومع كل العالم. هي أنا بعتبرها يعني هي مقتضيات السياسة. وبتعرف حتى أي انقلاب أي كذا بيقول أنا ملتزم بالأعراف الدولية وملتزم بالقوانين الدولية موقع عليها الدولة، هذا كلام هذا. وهو فعلا أنا فتك بنقطة أنه هاي التغيرات هو انتقل من الفكر الجهادي العالمي للفكر الجهادي المحلي. يعني هو فعلا محصور بس بسوريا، ما له علاقة بأنه يمد الجهاد بأي مكان تاني. حاليا هلا عم بيقول انه حتى الفكر الجهادي عندي انتهى، انا هلا الثوره انتهت ولن اصدرها لاي مكان، وانا بالنسبه لي هلا بناء الدوله هو الاساس، واعمل علاقات طبيعيه مع كل دول العالم. هذا من الناحيه السياسيه. هذا بهي المرحله انا بشوفه عقلانيه سياسيه. هلا بالنسبه الداخل فعلا في مرحلة كتير صعبة هلا، وليس يعني أي واحد بيستلم منصب سياسي أو إداري في سوريا بهذه المرحلة هو في موقع يحسد عليه، لأنه بلد منهار مدمر ومتطلبات الناس تفوق
قدرات أي سلطة أو أي قوة مستلمة السلطة في سوريا لتلبي هالاحتياجات. بس عمليا نحن عم نشوف في هيمنة لطرف واحد على كل الحياة يعني السياسية والعسكرية والأمنية. هذا خطير جدا جدا، وأنا أنبه لهذا الموضوع. ولكن هون في مجهرين كتير يعني مركزين عليه. أول شيء القوى الاجتماعية في الداخل واللي ما راح تقبل، وفي مراكز قوى كتير كبيرة. يعني أنت بتعرف لهلا ما سوريا غير موحدة، يعني صحيح هو استلم دمشق بس سوريا ما هي موحدة. في منطقة شمال شرق سوريا، في جنوب سوريا لسه هذا أحمد العودة، في السويداء، في مناطق في تدمر، في كتير مناطق ما هي تحت سيطرة سلطة أحمد. الشغلة الثانية في كتير القوى الموجودة معه ممكن هي تكون أحد العوامل اللي تقضي عليه، يعني لأنه ما كل القوى، في قوى معه متشددة أكثر منه، ولا يمكن تقبل أنه تمشي بالاتجاهات اللي عم بمشي فيها هو لإرضاء المجتمع الدولي. مثلا إعطاء ضمانات هدول للشبيحة، العفو عن الكذا، طرح فكرة العدالة التصالحية. شلون بقول لك شلون؟ فهدول لسه متشددين. شفت اتجاه الموقف من الطوائف، مثلا قسم هدول اوزبكستان بيجوا بيروحوا بحرقوا هذا شجرة عيد الميلاد في منطقة. فهو الإجراءات اللي عم بيكون فيها أول المعارضين إلى هو من داخل التحالف العسكري والجهادي اللي هو عم بيقوده. ما كلهم بيلتزموا معه يعني. ولسه كل ما تطورت الأمور أكثر يمكن هالتناقضات تزداد، وهدول كلهم مسلحين وكلهم عندهم دعم. لا أكيد هو مجموعة عوامل داخلية وخارجية. أنا في برنامج باللغة الكردية ذكرت بعض منها، مثلا الوضع الاقتصادي حضرتك يعني تفضلت إنه يعني بشرحها كيف هو. وسوريا مو بلد نفطي يعني مثل ليبيا مثلا، عصابة معينة تروح تسيطر على بير نفط وهيك تمشي الأمور. ما تمشي الأمور هيك. سوريا بدها إعادة بناء، بدها حياة اقتصادية، لازم يكون في استقرار، ولازم يكون في تجارة، ولازم يكون في يعني يشيلون العقوبات. والأهم يعني أنا برأيي هلا الأهم شيء عندنا مسألة الدولة المنهارة ومؤسسات الدولة. أنا هلا بهالمرحلة هي مسألة بناء الدولة. أول شيء بناء يعني مؤسسات الدولة، تحديدا الجيش، لأنه الجيش انهار. هلا إعادة بناء واستيعاب هالفصائل ومد السيطرة الأمنية والعسكرية على كامل سوريا. هذا عمل كتير كبير ومو سهل وبده كتير. بالضبط. ولكن مواقف دولية مثلا بخصوص المفاوضات مثلا مع شرق الفرات، مع قوات قسم. هذا لا يمكن. في فيتو أمريكي رقم 1 إنه لا نسمح بمواجهة مع قسد. لا يمكن. هذا يعني مستحيل. وإذا رفضت تسلم السلاح وكذا، هلا عم بدخلوا حوارات وكذا وإلى آخره. هلا كويس قسد كمان تصرف بذكاء إيجابي إنه رفعت العلم السوري وإنه هي جزء من الثورة، فطمنت كثير قطاعات واسعة من الشعب السوري إنه نحن لا بدنا انفصال ولا بدنا كذا، بس إننا حقوق، في إننا مطالب، في إننا كذا. فهذا النقطة. مثلا المفاوضات مع قوات الجنوب، غرفة عمليات الجنوب، هذا كمان مفاوضات صعبة، وخاصة هي دخلت دمشق وأخذت وثائق وأخذت كذا وحازت على قوة، على معدات عسكرية كبيرة. هلا ميزان القوى العسكري يعني أخذ أحمد العودة شي حوالي 300 دبابة، في حين أحمد الشرع أخذ 100 دبابة. فعدم توازن يعني القوى اللي أخذوها من النظام
الأكثر أخذتها غرفة الجنوب، لأنه سلموهم القوات في الجنوب، سلموا كل الأسلحة لأحمد العودة، لأنه أحمد العودة هو الفيلق الخامس، هو تابع للجيش يعني، فشافوا أنه تسليم له أسهل من أنه يسلموه يعني جبهة تحرير الشام. فهلا في موازين قوى مختلفة. هلا ثوار الكرامة عندك في السويداء بيقول نحن نعادي من يعادينا ونسالم من يسالمنا، ما راح يسلموا أسلحتهم كمان بهالسهولة يعني. نعم لا طبعا، بس هو هذه عوامل معينة يعني. احنا من تجاربنا مع الإسلاميين وين ما ظهروا ما قدروا مو فقط انه يوفرون الحريات او يحافظوا على الحريات او ما يهاجموا ابسط حقوق البشر وابسط حقوق الانسان، اساسا ما قدروا يحافظوا على المدنية وعلى السلم الاهلي، على الاستقرار البلد. يعني وين ما يطأ قدم الإسلاميين تشوف الفوضى وتشوف الحرب الأهلية وتشوف وهذا شيء مرشح حتى بالنسبة لسوريا. يعني طالما أنه القوة الفاعلة الوحيدة بتكون الإسلاميين، احنا ما ممكن ننتظر غد أفضل. ولكن الوضع الحالي، مجموعة العوامل الداخلية اللي حضرتك شرحتها ومجموعة عوامل خارجية، انه كونه مثلا في موقع جغرافي جيوسياسي معين يجاور مثلا من جهة مجاورة لإسرائيل، وهذا تعتبر جزء من العالم الغربي، ومن جهة أخرى من البحر ومن تركيا ممكن تتجه إلى أوروبا، وممكن تحدث مثلا مأساة جديدة وأزمة جديدة للجوء. هاي هالنقاط هاي ممكن يعني تخلي القوى الفاعلة بالمنطقة يكون بهالصيغة هاي انه ما في قوة بالمنطقة من مصلحته انه سوريا تتدهور. وطبعا الإسلاميين هم دائما قوى مخربة، ولكن للتخريب يحتاجون إلى دعم دولي. يعني ما ممكن أنه بدون دعم دولي، بدون دعم قوى رجعية، بدون فلوس قطر، بدون فلوس السعودية، بدون دعم من أمريكا ومن القوى الرأسمالية والإمبريالية العالمية، يعني طالبان وغير طالبان وهي ما يعيشوا. هالمؤسسات هاي وهالمنظمات هاي نشأت في هالبيئة هاي. فأنا أشوف إنه في الوقت الحالي الفرصة أمام الإسلاميين للتخريب فرصة مو كتير مفتوحة، مو كتير واسعة، ولكن هذا بس يكون مثلا جزء من العوامل الإيجابية بالوضع، بعدم وجود صف من التحرريين والعلمانيين وأحزاب سياسية وقوى سياسية فاعلة على الأرض، وبدون تنظيم الجماهير حول بدائل لغد أفضل، بدائل فيما يتعلق بالحريات بالحقوق وبهاي، وإنه ما في يكون انسجام ما بين هاي القوى، إنه ما ممكن نتأمل خير بالمستقبل. لأنه الشر ممكن يجي، الخراب ممكن يجي كله بصورة اعتباطية يعني بدون تخطيط، ولكن الأمان والاستقرار والتحرر ما يجي بدون تخطيط وما يجي بدون تنظيم. وأنا اللي أشوفه بسوريا طبعا يعني أنا من الناس اللي أسعدني كثير سقوط بشار الأسد، هذا النظام المجرم الدموي اللي ما كان له أي مستقبل آخر عادل، يعني غير إنه يكون بهالصيغة هاي. وطبعا الوضع اللي بعد بشار حبلة بالتغييرات المختلفة بمختلف الاتجاهات، ولكن العوامل اللي عددناها ممكن انه يكون بيئة مناسبة لبروز، او ممكن انه واحد يتأمل خير انه اذا توحدنا، اذا فعلا التصور للحقوق الأساسية للإنسان ما يكون مبتور عن يعني ما يكون مثلا الحقوق السياسية مبتورة عن الحقوق الاقتصادية، وما تكون المساواة الحقوقية مبتورة عن المساواة الاقتصادية، وإنه هذا التوجه يكون توجه عام، ممكن إنه نتأمل خير. وإلا يعني أنا أتصور التغيير للأفضل يجي بس عن طريق التخطيط والتنظيم، وهذا اللي أنا ما أعرف. يعني أنا أريد أشوف بدايات إلى، وأريد أشوف مثلا أخبار. لحد الآن ما سمعت شيء صح. يعني مفرح ومبشر يعني صراحة.
الكلام صح، بس نحن عرضنا الفكرة أنه تعدد الإيرادات في سوريا إن كانت على المستوى المحلي أو على مستوى التدخلات الخارجية والإقليمية لا يمكن أنه تخلي لا هيئة تحرير الشام ولا أي قوة إسلامية تستفرد بالسلطة. هذا أولا. النقطة الثانية والمهمة يعني هلا أنا بالنسبة لنا نحن الفترة الأولى هي مسألة يعني 3 شغلات. مسألة إعادة بناء الدولة. إعادة بناء الدولة اللي هي المؤسسات، عنا الجيش والشرطة وتأمين القوت أو الاحتياجات الأساسية للبشر. هذا حتى يبدأ، حتى نقدر نحكي شيء اسمه سياسة، وإلا لا يمكن سياسة خارج هالإطار، في غياب الأمن، في غياب الاقتصاد، أو في غياب يعني الاحتياجات الأساسية للناس. الناس يعني إذا بتسأل بتيجي بدك تقول شو شكل الدولة والديمقراطية والحقوق، وما عندها خبز. هي أهم شيء ما عندها شد حق ربطة الخبز هلا يعني، وكيف بدها تعيش همومها اليومية، الكهرباء، المي، الغاز، البنزين، يعني هالأمور الأساسية. بمجرد استقرار هذا الوضع ممكن بقى القوى السياسية والديمقراطية يكون إلى دور. طبعا هلا نحن عم نحاول قدر الإمكان أنه ينعقد مؤتمر للقوى الديمقراطية في سوريا قبل المؤتمر الوطني. يعني نحن تصورنا السياسي، تصورنا كقوى سياسية، أنه يجب وضع حد لاستفراد جبهة تحرير الشام بتقرير مصير سوريا. يعني هذا العنوان العريض. كيف؟ بالدعوة إلى عقد مؤتمر وطني ينظم بقى الانتقال السياسي. بدنا حكومة تكنوقراط، يعني أول شيء حكومة انتقالية مؤلفة من تكنوقراط ولجنة تأسيسية تكتب الدستور، نحط انتخابات بنهاية، أو نحط فترة زمنية معينة، بنهاية هذه الفترة الزمنية بيتم الاستفتاء على الدستور، ومن ثم بيتم إجراء، إذا صار دستور دائم للبلاد بيصير عندي انتخابات برلمانية، ومن ثم انتخابات رئاسية. ممكن بها الشيء اللي بنظم هذا العمل خلال الفترة الانتقالية ممكن يكون إعلان دستوري، لأنه العمل بدستور 2012 غير ممكن. العمل بدستور 1950 مثل ما بيطرحوا بعض الناس هذا صار قديم كثير ومتجاوز وتجاوزوا التاريخ يعني فبالتالي ممكن إعلان دستوري بسيط مشان نمرق الفترة الانتقالية اللي ممكن تكون سنة أو سنة ونص. هذا تصورنا. بس نحن بنشوف إنه كقوى ديمقراطية علينا إنه نتوحد ونعمل مؤتمر قبل ما نحضر المؤتمر الوطني. والمؤتمر الوطني هلا أحمد الشرع حكى إنه أنا مع عقد المؤتمر الوطني، بس يمكن هو تفكيره بخصوص عقد المؤتمر الوطني قد يختلف عن تفكير القوى الديمقراطية والوطنية، من ناحية شو برنامج المؤتمر، شو لازم يقرر، مين اللي لازم يحضر. يعني أكيد في خلافات، فهي كمان أداء. ولا ننسى أنه كمان في العين الدولية المحطوطة على سوريا، واللي بتقول لازم هلأ أنتم مثلا أسقطوا النظام، بس في شيء اسمه الانتقال السياسي. الانتقال السياسي يجب أن يكون بروح القرار 2254، وأنه تكون حكومة تشميلية متعددة غير طائفية، وشو آليات الانتقال وكيف لازم تتضمن، ودستور وانتخابات، ومن ثم حكم ديمقراطي يعني. يعني أنا بشوف الإمكانيات يعني في احتمالات مفتوحة على المستقبل الإيجابية، وإلا ما في لسوريا إلى أفق يعني، لأنه سوريا بلد مدمر ومنهك، ولا يكفي إلا دعم أموال
لا إن كانت تجي تبرعات من قطر أو كذا، بحاجة إذا ما انشالت العقوبات عن سوريا والعالم كله ساهم بإعادة الأعمار بسوريا لن يكن. بس علينا كمان نبدأ هلا من البداية. نحن هلا مع فتح، لأنه نحن فترة تصحر سياسي، يعني الناس ما بتعرف هلا شو الفرق مثل ما حكيت أنت قبل شوي بين الدولة المدنية والدولة العلمانية والدولة المتسامحة وهالقصص، ولا شكل الحكم ولا كيف هالمسائل، لأنه ما مارستها. لأنه شو كل الأنظمة ما قبل الديمقراطية يعني بتكون أنظمة مثل ما بتقول بالتكرار وبالعادة. أما النظام الديمقراطي يجب أن نتعلمه. يعني هلأ أنا مثلا بأوروبا بدرسوه بالمدرسة من صف أول، بدءا من أنه ينتخبوا متحدث باسم الصف. يعني الواحد انه ينتخب باسم، بعدين المتحدث باسم الصف، بعدين بصير متحدث باسم المدرسة، بعدين يعني عريف، بعدين في للعائلات للكذا، كله من البدايه وانت عم تتشرب القيم الديمقراطيه واحترام الراي الاخر. وفي 50 قاعده للحوار فقط. هون بألمانيا بعلموا الطالب من أول إنه في 50 قاعدة للحوار، كيف تحترم الآخر، كيف تجاوب، كيف تناقش، كيف تركز على الفكرة مو على الشخص إلى آخره. فبالتالي عم يتشرب الإنسان المعايير الديمقراطية، لأنه فعلا النظام الديمقراطي بده تعلم وبده ممارسة. نحن ما قدرنا يعني بسوريا ما فيها الثقافة بالنسبة الشعبية حتى الحصل عليها مجموعات مثلا صغيرة كتير من الناس اللي اهتمت بالشأن السياسي وعملت تطوير ذاتي أو سافرت لأوروبا أو هيك. هلا نحن يعني مثلا عنا نحن بالنسبة لنا لازم نبدأ من القاعدة. أول شيء من تنظيم أنفسنا كلجان أحياء ولجان لتوفير الأمن بالأحياء، لأنه في فعلا حالة انفلات أمني كتير كبيرة، وفي نقص بقدرات الدولة بفرض الأمن وتأمين حاجات الناس، هي أساسية، ونرفع مطالب الناس. الشغلة الثانية عنا مسألة النقابات، نعيد ديمقراطية النقابات عبر الانتخابات الديمقراطية الحرة. طبعا الناس كثير كانوا مفصولين من النقابات، هلا عادوا، فلازم تجي انتخابات جديدة وتصير قوى ديمقراطية، لأنه النقابات دوما قوى مطلبية بتعبر عن مصالح قطاعات معينة من المجتمع، وبالتالي وبتبلورها وبتوضحها. هي الضرورة وسيلة تسيير للحريات الاقتصادية. وفي الاتحادات كمان المهنيين اللي بتعبر بقى عن الحقوق السياسية كمان. يعني تجمع النقابات بالأخير بده يعطي دور. مثلا نقابات العمال شو دور، نقابات المهندسين، نقابات المحامين، نقابات الأطباء، يعني هذا كلياته. ومع انه كمان اتحادات الصناعيين، اتحادات التجار، لانه هلا سوريا بحاجه لتضافر كل الجهود، لانه نحن بالقاع صفر بحاجه هلا اساسا لفعلا اقتصاد السوق. إذا ما يعني بتعرف أنت لينين بعد ما استلم الثورة وتقريبا مثل الوضع السوري فلجأ لسياسة النيب. شو سياسة النيب كانت؟ سياسة النيب هي سياسة اقتصاد السوق. نحن هلأ وأنا بشوف بالإجراءات العملة يعني الحكومة الجديدة هي باتجاه هذا الاتجاه، بس هي ضرورية، لأنه لا يمكن تعرف يعني كان ممنوع مثلا تشيل الدولار بإيدك، ممنوع تصرف، ممنوع كذا، ممنوع إذا بيصلك دولار من برا بده يسألوك هذا منين وليش وكذا. هلا شيلت الواحد إذا بده يستورد شيء من برا بده يحط أول شيء وديعة بالبنك المركزي، وبعد فترة حتى يجوا وبيحولوا له إياها بالدولار بالسعر تبعه. هاي الأمور كلها انشالت. ليش؟ لأنه البلد بحاجة لتلبية احتياجات المواطنين. اجت الحكومة شافت شو هالإدارة بالإدارة السابقة عم تعمل فساد، عم تعمل سوق موازي، عم تعمل ضبط. هذا لا يمكن. يعني أنا بس لأقول لك شغلة بسيطة. مثلا جاء وزير التموين قال سابقا وقت كان في تقنين لمادة الخبز مثلا
كانوا الافران تطلب زياده عن احتياجها، زياده عن حاجه الناس، مشان تجي تاخذ هذا القسم من الحنطه المدعوم من قبل الدوله وتبيعه بالسوق السوداء وتربح ربح اضافي. قالوا لهم ما ضل في سوق سوداء، وخذوا الاسعار اللي بدكم اياها، وشد ما بدكم اطلبوا قمح. في قمح بيوصي سوريا بكفيها ل6 أشهر. عم بطلبوا اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، ولا انخفض استهلاك القمح في سوريا بمقدار 20%. ليش؟ لانه ما ضل سوق موازي. وين بدي يبيعوه؟ ما في نعم. سوق صار. فبالتالي فهلا صار رصيد سوريا من القمح بكفي مثلا زياده 20%، يعني 7.5 أشهر. فهذا شوف، يعني انت مثلا توحيد سعر الصرف للدولار، فتح سقف التحويلات، عدم وضع ودائع مسبقه، هذا كله شوي يعني نشط الحياة الاقتصادية وعطى دفع للناس لأنه ترجع وتحول لسوريا ويصير في شيء إيجابي على المستوى الاقتصادي. فأنا مع مشاركة مثلا اتحاد الصناعيين واتحاد التجار وكلياتهم، لأنه هذا كمان ما بيخلي السلطة تصير سلطة مطلقة. يعني لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، بتعرف، يعني هذا مبدأ بالسياسة واضح. بس عندنا السلطة هلا في سوريا دوما هي مقيدة، كمان مقيدة بالعقوبات، مقيدة بالتدخلات الدولية، مقيدة كمان بالاحتياجات الداخلية، ومقيدة بالتناقضات والصراعات. في نقطة أخرى رفيقي، طبعا الحديث معك شيق جدا، وأتصور إنه كان المقرر إنه نحكي ساعة، هسه صار ساعة و11 دقيقة وما زال في أسئلة كتير، وفي طبعا مشاركين من المتابعين الأعزاء اللي كتبوا ملاحظات، أكيد راح نعرضهم على الشاشة ونحاول الرد عليهم إذا مو كلهم، البعض منهم. لكن أنا عندي سؤال حول التدخل التركي والإسرائيلي. اليوم طبعا إسرائيل واجهته ناس يعني بدون سلاح، جماهير انتفضت بوجههم وطردوهم من هالمناطق هاي اللي رادوا يدخلوها بجنوب سوريا أو بمحاذاة الحدود مع فلسطين. الجيش الإسرائيلي حاول يدخل ويتغلغل، ولكن الناس ردوا عليهم، وأتصور فرضوا عليهم الانسحاب، إنه يطلعون من الأراضي اللي يعني تركزوا فيها دخلوها. ولكن في الشمال مو نفس الوضع صاير، تقريبا كأنه الأرض صارت مستباحة لدولة تركيا الفاشية، اللي ما في أي وازع إلى في ارتكاب الجرائم، هي والعصابات المتحالفة معها في مناطق شمال شرق سوريا، وخصوصا شرق الفرات. فكيف ممكن إنه هاي تأثر بالأوضاع، وكيف ممكن كيف هو الرد اللي لازم القوى العلمانية والقوى العلمانية والقوى اليسارية ترد على هكذا يعني تجاوزات واعتداءات على الجماهير في سوريا؟ هلا بالنسبة العلاقة مع إسرائيل، الوضع مع إسرائيل واضح شو الموقف. أول شيء إسرائيل قيمت إنه هي الحكومة أخطر من حكومة الأسد بالنسبة لها، فشفت شلون هجمت، دمرت 80% من قوة الجيش السوري. طبعا سوريا دولة منهكة وضعيفة وما قادرة على ترد على الاعتداءات الإسرائيلية، غير بالاحتجاجات الدولية وتقديم شكوى لمجلس الأمن وترفض الواقع الموجود. وقت أنت بتكون، طبعا شو الهدف من هذا الشيء اللي عملته إسرائيل؟ هو أنه تفرض اتفاقية إذعان على سوريا وتعمل تطبيع سياسي واعتراف رسمي من قبل سوريا على إسرائيل، طالما الدولة ضعيفة وبدها تستغل هذا الوضع لمصلحتها. يعني هلا بهيك حالة كقوة ديمقراطية كذا، الأفضل أنت وقت بتكون ضعيف ما تدخل مفاوضات، وبس هذا الوضع أنت تعتبره أنه هذا اعتداء على السيادة السورية وعلى الأراضي السورية، ولا يمكن أن نقبل فيه، وبالمقابل لا يمكن أن ندخل بمفاوضات تحت ضغط القوة والتهديد ونحن بأضعف حالاتنا. فهذا
يعني قولا واحدا أي توقيع اتفاق مع إسرائيل في ظل هاي موازين القوى هو مرفوض ولاغي. وأصلا هاي الحكومة ما بتقدر ترى، لأنه ما لها شرعية ولا منتخبة ولا لسه يعني نالت الشرعية لا الدولية ولا المحلية. فأتوقع أنه هذا والمقاومة راح تكون فعلا مقاومة شعبية وجماهيرية لأنهم يمنعوا الإسرائيليين من التمدد أكثر، وننتظر لبين ما تتوض يعني تعود القوة للدولة السورية لتقدر بقى تدافع عن حقوقها، ويعني تثبت قدام هذا العدوان وتطلب جلاء القوات الإسرائيلية والرجوع لاتفاقية الهدنة عام 1974. نعم. يعني هذا أنا برأيي، وهو طبعا اعتداء إجرامي مدان، بس فعلا ميزان القوى شو نعمل، بس مو مدعي إنه نسكت يعني أو نطنش أو نعتبر هذا لا. نحن يعني بتذكر أنت يعني أيام زمان قال له وقت راح عرفات لعند عبد الناصر قال له شو عندك خطة لتحرير فلسطين وأنت زعيم الأمة العربية وما بعرف شو، قال له ليس لدي خطة. يعني قال ليش لازم يكون في موازين قوى حتى أقدر أواجه إسرائيل بعدين لا أحرر فلسطين. وهذا هو يعني ما مو منطق السياسة أو منطق التفكير السليم إنه تفتح معركة مع إسرائيل وأنت منهك وما عندك جيش ولا بده يصير نكبة كبرى مثل 48 ومثل 67 وحتى مثل 73 وأقصى بكثير يعني. فالأمور يعني بهذا الاتجاه أنا بتقديري هلا ليس وقت البت، وإنما وقت فقط أنه نعتمد على الإدانة الدولية وتدخل مجلس الأمن لوقف الاعتداء الإسرائيلي، وجهد سياسي ودبلوماسي بالتعاون مع جامعة الدول العربية والتعامل مع القوى الديمقراطية على المستوى العالمي. هذا بالنسبة لوضع الجنوب. نعم. بالنسبة بالشمال، هلا بالشمال الوضع كتير معقد، بس أنا بقول إنه يعني كل شيء عم بيصير من تركيا هو عبارة لا يمكن أي إنسان سوري يقبل يعني في حال رجعت الدولة السورية لدور ومكانتها إنه يقبل بوجود أي جندي تركي على الأرض السورية. القضايا السورية من حلها نحن السوريين بين بعضنا، نحن شعب واحد ولا فرق بين كرديا وعربيا وسنيا وعلويا ودرزيا الشعب السوري شعب واحد وقادر على التعايش، قادر على حل خلافاته الداخلية. بعد ما انتهينا من يعني نظام الاستبداد والقتل والقمع، نحن قادرين على حل كل الخلافات بيناتنا بالطريقة السلمية. ولا يعني نحن كقوى ديمقراطية طبعا أنا واحد من الناس اللي بشوف المركزية هي أحد أعمدة الدكتاتورية الرئيسية. نحن لا يمكن أن نعود إلى دولة مركزية، هذا يعني دولة مركزية على الطريقة القديمة. نحن بدنا دولة مركزية بس مع لا مركزية جغرافية على كامل الأرض السورية، بحيث تقدر المجتمعات المحلية تعبر عن نفسها بكل يعني حضور وبكل حرية وبكل كذا. والنماذج اللامركزية هي النماذج الأكثر تقدما في كل المجتمعات على مستوى العالم. يعني هذا النظام المركزي وأنه بالمركزية بده يدير كل شيء، هذا أنا بتقدير ما في يعني ما شفت نظام أنا ناجح على يعني تجربة ناجحة واحدة على مستوى العالم كله مركزي إلا بده يكون لا مركزي. يعني أنا مثل ألمانيا دولة اتحادية، أمريكا دولة اتحادية، سويسرا دولة اتحادية، كل الدول فيها هامش من اللامركزية زائد جدا، وكل شيء مضبوط بموجب القانون. وفعلا يعني حتى النظام الاقتصادي في ألمانيا تعرف بيحدد مثلا 50% للمركز و50%
هذا حتى الضرائب اللي بندفعها، كل ضريبه بندفعها في جزء منها بندفعها للحكومه المحليه، وفي جزء ثاني بندفعه للحكومه المركزيه. وبالتالي كل الامور ممكن تنحل والحقوق يعني بعدين لازم نحن يعني ننتبه كمان التطور الفكري اللي عم بيصير بالنسبه لحقوق الانسان. يعني ما بقى يكفي الاعلان العالمي لحقوق الانسان، في حقوق يعني في حقوق الانسان، في حقوق الشعوب، في حقوق المكونات داخل الشعوب. يعني هذا صار، والمجموعات العرقيه والفئات المهمشه والكذا، واجوا هدول يعني بالعهد الحقوق السياسية والمدنية عام 1969، وبالعهد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كمان بال99، وتطبق بعام 1976، وبعدها بحقوق المكونات بعام 1992. فهاي نحن لا يمكن هلا نبني يعني دولة سورية حديثة بفكر ما يعني قديم، هذا لا يمكن. فلازم دولة مدنية عصرية متوافقة مع الشريعة الدولية لحقوق الإنسان، اللي بتتضمن كل التطور الحقوقي اللي صار في هذا، حتى بما فيه يعني حقوق يعني اتفاقية السيداو والتي أقرت عام 1980 يعني، وصدقت عليها سوريا بال2005. هناك طرق متعددة لحل المشاكل القومية. طبعا يعني واحدة من الحلول انه يعني يدعون الفيدرالية ممكن يكون حل، لكن الحقوق، المساواة في الحقوق، وفصل الدولة عن الدين وعن الهوية القومية. يعني طالما نقول انه دولة سوريا دولة عربية وانتم اكراد، انتم كرد في ضمن هاي الدولة العربية، معناته تحصيل حاصل انه انتم مواطنين الدرجة الثانية، انتم ضيوف، انتم موجودين في ارض دولة، هوية الدولة هي عربية عروبية، ولكن انتم كرد وموجودين هنا ولازم تقبلون بهالحالة هاي. فهاي يعني احنا طبعا بكردستان العراق عشنا هالتجربة هاي. يعني دولة البعث كان معطي حكم ذاتي للكرد في منطقتنا، وحكم ذاتي صوري. طبعا مجموعة من أزلام النظام كانوا يحكمون باسم الحكم الذاتي أو مؤسسات الحكم الذاتي، ما كان في أي فصل بين ذولي وبين حزب البعث. ولكن صوريا يعني أو إداريا كان موجود أنه هاي منطقة الحكم الذاتي متشكلة من 3 محافظات وهي. ولكن مع هذا ما أدى أبدا إلى إحساس الجماهير بهالمنطقة هاي أنه هم مثلا حل مشكلتهم من ناحية الظلم القومي. الظلم القومي في حياتي أنا كشخص منتمي للكرد، يعني لغتي الأم هي لغة كردية، هذا الإحساس يعني عشته وأنا طفل. يعني أول مرة حسيت أنه أنا مضطهد ككرد كان عمري يمكن ما كان 10 سنوات. يعني كان نعيش هالإحساس هذا طول عمرنا، مع أنه كان في منطقة حكم ذاتي وصوريا كان هيك. فالتشكيلات الإدارية ما ممكن تحل المشكلة من أساسها إذا ما كانت الدولة منفصلة عن الدين، بمعنى الهوية الدينية، إنه هاي مو دولة إسلامية، دولة لكل من يعيش في سوريا. وهذه أيضا مو دولة عروبية، مو دولة لقومية معينة. أوكي. ونفس الحالة إذا تصير مثلا منطقة حكم ذاتي ويكون هاي فيدرالية كردية، طبعا أكيد الأقليات اللي يصيرون أقلية، مثلا ممكن العرب في وقتها يكونوا أقلية في قامشلي وحسكة وهالمناطق هاي، وهم يحسون بالظلم القومي. يعني ما حلينا شيء. أوكي. المهم انه ابتعاد مؤسسات الحكومه عن هذه الهويات هاي ممكن انه يكون حل، وممكن يكون افضل حل بالنسبه للوضع في سوريا. هذا برايي. وطبعا بالمناسبه الفدراليات القوميه اللي يعيش هسه بكردستان العراق يعرف انه هاي الفدراليه القوميه اللي احنا نعيشها هذا نظام استبدادي بتكاليف اقل.
ما يجيك اي اعتراضات من الرأي العام العالمي، ولا في اي قرارات متحدة تصدر، وحتى الدولة ما تحتاج العنف لحرمانك من ابسط حقوقك. الفدرالية القومية بمعنى فدرالية للكرد، هاي تعني استعباد الكرد بسبب انه احنا باسمكم راح نحكم، احنا مجموعه. طبعا هذه بغض النظر عن الفروقات الجوهريه او فروقات اساسيه ما بين البارزاني وجماعه قسد ومجموعه القياده والحزب طبعا طالبان، يعني في اختلافات يعني متعدده من مختلف الجوانب، لكن بغض النظر احنا نحكي عن النظام السياسي، نظام سياسي يحمل هويه قوميه. هاي نظام سياسي أساسا مبني على أساس استعباد الأغلبية، وعلى مود هذا ومشان هالنقطة هاي بس يحملون الهوية القومية، على مود يقولون إحنا دولتكم، إحنا نظامكم السياسي ولازم تقبلون بحقوق أقل، لأنه إحنا لازم نحافظ على هويتكم، لازم نحافظ على هاي. فأنا بتصوري إنه سوريا في مواجهة مشكلة عويصة. الفدراليه بحيث الفدراليه جغرافيه، انا اشوف مثل ما تفضلت حضرتك، في موجود بالمانيا، في موجود بكندا، في موجود يعني حتى الولايات المتحده طبعا بلد فدرالي بمعنى الكلمه يعني. والفدراليه تقريبا هو النظام الماشي في بلدان عديده، ولكن احنا نحكي في هذه الحاله عن الفدراليه الجغرافيه، مو فدراليه على اساس القوميه. وطبعا هاي ممكن يكون بعض يعني وحده من الحلول ما نعرف لحد الان، ولكن اكيد الفدراليه القوميه ما لازم ما راح تؤدي. وكان سواء كان فدراليه قوميه او على اساس جغرافي، كون دوله سوريا تطلق عليها الدوله الجمهوريه العربيه السوريه، معناته اني ككردي واني كتركماني واني مكون يطلق عليه مكون يعني احس بالاغتراب واحس بالدنيا واحس بانه اني مواطن من الدرجه الثانيه. نعم. يعني يمكن التيار الديمقراطي في سوريا وانا متحالف السوري الديمقراطي، نحن مع يعني دولة مدنية ديمقراطية حيادية اتجاه الأديان والعقائد وحتى الهويات. وبالنسبة لنا نحن يعني نعتبر نحن هلا يعني، وهذا العالم اللي بنشوفه هذا عالم الاستقلال، ونحن بنشوف انه هذا عشنا الاستقلال الثاني. الاستقلال الأول شو كان اسم الدولة في سوريا؟ كان اسمها الدولة السورية فقط، ما في اسمها. الدولة العربية السورية اجت عام 1962 بعد رد على الانفصال، ليقولوا انه يعني نحن بننتمي للعروبة، مو بس أنت يا عبد الناصر أنت الوحيد القائد القومية العربية وكذا إلى آخره، وتابعوا بهذا الاسم، فهو حتى اسم طارئ يعني. ونحن بالنسبة لنا أنا واحد من الناس، الاستقلال الثاني يعني لازم يكون مثل الاستقلال الأول وعنوانه الدولة السورية فقط. يعني فعلا لا إسلامية ولا يسارية ولا يعني أي زيادة إلى هي زيادة نافلة يعني وخاطئة. أنا مع الدولة السورية، وهي الدولة السورية فعلا دولة ديمقراطية مدنية تعددية لا مركزية على أساس جغرافي. هذا تصورنا وفكرنا طبعا. بس بشوف انه هلا هذا ايمت بدي اشوفه وقت الصراع على الدستور، يعني ايمت بدنا نحكي بهذا. هلا شو ما حكينا ما له قيمه قانونيه ولا دستوريه ولا شيء. نحن كلياتنا كشركاء من ضمن المؤتمر الوطني نتفق على مبادئ عقد اجتماعي جديد، وعلى أساسه منصيغ الدستور الجديد الذي يعبر عن هذا العقد الاجتماعي الجديد. فمنقول شو تصورنا لشكل الدولة المقبلة، شو دور الدين، شو دور القومية، شو الحقوق، شو الواجبات، شو شكل النظام السياسي، كيف بدها تتم تداول السلطة. كل هالأمور لازم تتحدد
يعني فيما بعد. بس هي موضوعات المرحلة الانتقالية. نحن هلا في ظل حكومة مؤقتة يعني 3 شهور 90 يوم، إن شاء الله يعني يقدروا يثبتوا فيها المبادئ الأساسية اللي حكينا عليها 3، اللي هي تنظيم الجيش، الشرطة يعني ضبط الأمن، ومن ثم تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين. هذا طبعا مع الحفاظ على الحريات الأساسية وحرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع وإنشاء الأحزاب السياسية وتنظيم النقابات، وهالأمور هي ما يتدخلوا فيها. بكفي هون ياخذوا الموقف السلبي، يعني ما بدنا منهم شيء، بس ما يم تعرف أنت يعني أقل شيء احترام هي الحقوق الأساسية. هذا مهمات الدولة بهذه المرحلة هي احترام. لا عم نطالبهم بالوفاء، ولا من نطالبهم بالتمكين، ولا من نطالبهم بأي شيء. يتركوا المجتمع انه يتحاور مع بعضه، يفكر بشكل مشترك ويناقش الحلول، وهي الامور كافيه. بالمرحله الثانيه بعد المؤتمر، ونحضر حالنا لحضور المؤتمر الوطني. بعد المؤتمر الوطني هاي الامور كلها اللي حكينا فيها رح تنحط على الطاوله ضمن لجان مختصه وممثلين لكل قوى، ونتناقش فيها ونوصل لتوافقات، وبعدها بيصير عليها الدستور، بيصير عليه استفتاء من قبل المجتمع ككل، وبعدها بصير دستور دائم، ونصير بعدها انتخابات نيابية، بعدها انتخابات رئاسية. يعني هذا التصور العام عند الديمقراطيين لمستقبل سوريا. جميل جدا. رفيق أسامة، طبعا يعني الحوار معك شيق جدا، ووصلنا ساعة ونص، ولكن في يعني كومنتات جاية أو يعني تعليقات من الأخوة والأخوات اللي يتابعون بثنا. طبعا أول مرة في تحايا لنا يعني، وفي الجماعة اللي الأصدقاء الموجودين، أهلا وسهلا بكم. يعني مع الأسف ما أقدر يعني أبين كل التعليقات، أخلي كل التعليقات. إذا لم يقر نظام ديمقراطي حر علماني عادل في حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية والإنسانية التي هي خير وخلاص البشرية جمعاء دون أي تمييز، وليس المكونات من نجوم قوميات وأديان وطوائف. يعني إذا لم يتم هذا فمعناته أنه لن يحدث أي لن نكون في وضع جيد، او اتصور هو هذا المراد من التعليق. ايه يعني هلا نحن قلنا انه الوضع في سوريا هو انفتح على امكانيات. نحن شقد ما قدرنا نحقق من هاي القيم، نحن بنعرف ما عندنا قدره يمكن بدفعه واحده نحقق كل هالقيم ونوصل يعني بشكل كامل لأعلى سلم ما توصلت إليه البشرية الآن. يعني سوريا بلد منهك وإلى آخره. بس شو ما حققنا فهو بيكون شيء إيجابي، وبيكون عتبة لمرحلة تانية من النضال. نضالنا نحن مستمر، يعني لا يمكن إنه إلا بدنا نوصل يعني. واللي بس بقى بين ما تعمل ثورة لقلب النظام ككل، بين انه في نظام ديمقراطي بيقدر يحل خلافاته بشكل سلمي، وهو قابل للتطور من خلال الوسائل السياسية وليس وسائل العنف والحرب والدمار والاقتتال الداخلي. نحن بس نحط سوريا على سكة الديمقراطية والتغير السياسي، انه يقبل النظام السياسي يكون نظام سياسي منفتح، فهذا شيء كتير كتير ايجابي. لا ما تصورش قد النقله بحياه سوريا مهمه. وهذاك الوقت بيصير النضال الديمقراطي كل يوم نحن راح نتظاهر، والسوريين عطشين جدا للحريه، وهو عنوان الثوره السوريه كان الحريه والكرامه. يعني كلمتين ما بدون أي شيء. لا يمكن أن يتنازل السوريين بعد الآن عن حريتهم. لا حدا يفكر ولا يتوقع مهما كان النظام الموجود يمكن للإنسان السوري أن يتخلى عن
هاي القيمتين، الحرية والكرامة. والكرامة للإنسانية جماعة، مو بس كمان للسوريين، والحرية للإنسانية جماعة، بس بشكل أساسي للإنسان السوري. طبعا التعليق الأول كان للأخ الصديق محمد صالح، أهلا وسهلا به، اللي يكمل ويقول ما يسمى بالإسلاميين يطلبون الدولة الإسلامية تطبق الشريعة الإسلامية على طريقة طالبان أفغانستان مع الأسف. في تعليق آخر أيضا للأخ والصديق مظفر حميد، يقول الإسلام السياسي لا يستطيع أن تبني الدولة لأن مؤسسات الدولة منهارة والدول الإقليمية لها أجندة، وخاصة تركيا والإسلام السياسي فشلوا في كل الدول التي وصلوا إلى السلطة فيها. نعم. النقطة الأولى، نحن حكينا بالبداية أنه لن يكون الإسلام السياسي وحده هو المتحكم بمصير سوريا. ويمكن أنا شرحت يعني طبيعة التناقضات والصراعات في سوريا، لأن سوريا مجتمع متعدد ومتنوع، وهي موجودة في قلب العالم. هي مو أفغانستان، ولا يمكن أن تحكم بأفغانستان. هي مو هي سوريا، مو مغارات توروبور. يا جماعة، سوريا بلد فيه مرت عليه كل الثقافات والحضارات، وفيه شعوب متنوعة، وهو مركز تقاطع التجارة العالمي، ومركز أنابيب الغاز والنفط، يعني ومطل على البحر الأبيض المتوسط، واستقراره من استقرار أوروبا. لا تتوقعوا أنه ممكن ما يصلح لأفغانستان يصلح لسوريا. حتى أحمد الشرع نفسه بيقول لا، أنا ما راح أعمل مثل أفغانستان، لا يمكن. يعني بس وقت بقول لا إنه أنا ما بدي أعمل مثل أفغانستان، بس يعني ممكن مثل ما عم بحكي إنه بدي أعمل دولة إسلامية. بس هذا ما هو، يعني هو كرأيه إيه، بس ما هو الوحيد المتحكم بمستقبل سوريا، يعني كونوا على ثقة. النقطة الثانية إنه بالنسبة لتركيا هلا كمرحلة أولى، شوف تركيا بغض النظر، يعني خلينا نحن نشوف كنظام سياسي قبل ما نشوف هذا. تركيا أنا الدستور فيها علماني تركيا، والحكومة إسلامية، عرفت؟ فنحن ما عندنا مشكلة إذا اجوا بالانتخابات الإسلاميين من ضمن النظام، بس بشكل أساسي لازم تكون الدولة علمانية. هلا ليش حزب العدالة والتنمية هو بيقول أنا حزب إسلامي؟ لا، بس هو جوهر ممارساته هي إسلامية يعني، وبهتم بالثقافة، يعني هي عبارة عن حزب محافظ. الإسلاميين إذا وصلوا بالسلطة بيوصلوا بهذا الشكل. هلا يعني هذا أنا برأيي يمكن الخيار الأصعب الممكن يصير بسوريا إذا ما صار دولة ديمقراطية علمانية. بس هذا كمرحلة مؤقتة نحن بنعتبره جيد لبين ما تستقر الدولة، يعني ممكن 4 سنين، ممكن 5 سنين، وتيجي بعدها قوى تانية ممكن تشيل هالقوة هالحكومة هي وتجيب حكومة أخرى غير إسلامية نهائيا وديمقراطية، وتوسع الحريات وتوسع الديمقراطية وتوسع كل الأمور. طبعا كله صراع سياسي، كله صراع سياسي. نعم مع الفارق يعني القياس مو شرط يكون 100% صحيح، ولكن أتصور أنه إحنا صار عندنا تجربة رفيق أسامة في إيران. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لما جت أول مرة كانت تعد بكل الحقوق، وحتى خميني كانوا يحكون معه ويقول أنا ما راح أفرض الحجاب على أحد، ولكن بسرعة يعني كلش بسرعة تبين أنه مثلا حتى يعني الثورة صارت 11/2/1979 في 8 مارس، يعني في 8 آذار تبين أنه فعلا الإسلاميين ما ناوين على خير. يعني بعد ما فات شهر وشوفوا النساء بطهران أنه فعلا هم ناس مستبدين وبدهم يسيطرون. والشغلات اللي بنشوفها هسه من هاي الحكومة أنه
يعني بصريح العبارة ما يقدرون يقولون حقوق المرأة. الناطق باسم الحكومة يجي ويقول أنه بعض الأشغال ما لازم تمارسها المرأة. هناك اعتداء، هناك يعني تحريض ضد المكونات المختلفة باسم أنه فلول النظام وما شابه. في مظاهرة تصير، حتى بعض الناس اللي يعتبرون نفسهم ديمقراطيين، مظاهرة دمشق اللي طالبت بدولة غير دينية، وصموها بمختلف الأوصاف والعبارات والنعوت، وقالوا عليهم فلول النظام، قالوا عليهم من هاي، وراحوا يبحثوا بتاريخ كل شخص على مود يبينون انه هذا كان من اطراف. فهل المسائل هاي ما تبشر بخير؟ وانا طبعا يعني اتمنى انه يكون الوضع مثل ما نعم، انا تفضل اتفق. فيه، ولكن بالنهايه الحذر واجب كثير، خصوصا لا مع لا، نحن الاسلاميين. شوف، بالسياسة ما في ثقة بحدا أبدا. بس بدي أحط نقطتين ملاحظتين. أول شيء أنه بإيران هي دولة ثيوقراطية، يعني دولة دينية. هي إيران وأفغانستان دول دينية. يعني نحن عم نحكي على تركيا أنه دستور علماني، يعني نحن هذا في فرق. النقطة الثانية، نحن عم نقول أنه لن تحكم جبهة تحرير الشام سوريا بمفردها، مستحيل. يعني أنا أعطيك ضمانات، وحكينا كثير. نحن عنا كرد وعرب، عنا طوائف، عنا يعني أديان مختلفة، وعنا قوى ديمقراطية مختلفة، وفي مجهر دولي، ونحن بحاجة كتير لإعادة الأعمار، وفي المجهر الدولي على سوريا. فبدون حكومة شاملة تضمينية مشتركة من قبل الجميع لن يوافق المجتمع الدولي ولن يرفع العقوبات، لا عن هيئة تحرير الشام ووصفها في الإرهاب، ولا عن سوريا وإعادة الأعمار في سوريا. يعني كمان لازم يعني في ظروف كمان مقابلة، وفي القوى كمان الداخلية في سوريا، القوى الديمقراطية وقوى كل المكونات لن تقبل باستفراد الإسلاميين بالسلطة في سوريا. أنا هي قناعتي. وطبعا لازم علينا أنه نتصرف بحكمة وعقلانية، كمان ما ندفع الأمور لاتجاه التصادم هلا حاليا بين علمانيين وبين إسلاميين، بحيث أنه نضيع البوصلة ونضيع مصلحة البلد ككل، وأنه كيف بدنا ننهض هلا بالاقتصاد وباحتياجات المواطنين وكذا. أنت شوف سبب كل فشل الثورات هي أولا فشل اقتصادي، لأنه فشلت في التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات الناس، فاضطرت هلا بالقوة العسكرية تيجي تسكت الجميع وتفرض القهر والظلم، وما حدا يطالب بأي حقوق. وهي الأمور كتير مهمة. يعني هذا الدرس كتير مهم لسوريا. ونحن بالنسبة لنا يعني كقوى ديمقراطية هدفنا ما نروح للفوضى، ما نروح لاقتتالات جانبية، نحط مصلحة بناء الدولة أولا، ومن ثم نروح لاتجاه حوار داخلي لشكل وطبيعة وتوجهات هذه الدولة. لا طبعا أنا من الناحية النفسية أتصور أنه المجتمع السوري الآن يعني يا راح يكون في حالة نفسية معينة أنه ما يقبلون من جهة أخرى تجي تنتقد الناس اللي توهم الجوي للحكم، حتى لو كانوا إسلاميين، وحتى لو كانوا يطالبون بدولة إسلامية والمسائل. أنا أتفق مع هالنظر. يعني من الناحية النفسية أعرف أنه الشعب تعبان وتعب من 13-14 سنة من الصراع الدموي، وبراميل متفجرة، أسلحة كيميائية، يعني غياب للآلاف، وحتى يعني غياب حقيقي لمعظم الناس اللي اعتقلوا بسبب معارضتهم للنظام. بعد كل الصراعات هاي الناس تتحسس من أي نقد حتى للنظام الموجود. يعني حتى بالمزاح كانوا يقولوا أول أيام أنه جماعة من درعا، أطفال من درعا جوي، قالوا يسقط الرئيس المقبل، قالوا إحنا ما صدقنا. يعني هيك كان مزاح، بس هو يدل على أنه الناس لا خليكم هسه لا تنتقدوا. ولكن من جهة أخرى مو شرط العلمانيين ينتقدون فقط النظام الموجود.
أين هي برامجهم الإيجابية؟ يعني يتعاملون مع الوضع بإيجابية، بدل ما ينتقدوا السلطات الموجودة، يطرحوا مثلا على سبيل المثال. هسه رفيقنا سمير نوري عنده ملاحظة، وهذا السؤال لك، وأتصور أنه مثل هالمسائل هاي ممكن تناولها في الوقت الحالي. تحياتي لكم والأخص للأخ سامع عاشور. عندي سؤال: هل قضية الإعدام في سوريا مطروحة على الطاولة، أو بشكل آخر هل هناك مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في سوريا القادمة وفي القوانين؟ طبعا هيك مطالبات مطالبة بمساواة المرأة بالرجل. يعني بدل ما ننتقد التشريع الفلاني أو التصريح الفلاني، يعني يتقدمون المنظمات النسوية ببرنامج كامل عن شنو تصوراتهم ومطالباتهم للمستقبل. كيف ممكن سوريا المستقبل تتعامل مع حقوق النساء؟ كيف ممكن سوريا المستقبل تتعامل مع الدولة غير قومية وغير دينية؟ كيف ممكن أنه سوريا المستقبل تتعامل مع موضوع التعليم، مع موضوع الحريات النقابية، مع موضوع حريات الإنسان الفردية والسياسية وكل هالمسائل. هيك طروحات ممكن أنه بيسحب البساط من تحت أرجل الطغمة الحاكمة في الوقت الحالي. يعني ما يكون الموضوع موضوع صراعي. اتفق معك، الناس ممكن يكونوا تعبانين ما يتقبلون هالمسائل هاي بروح يعني ايجابيه، وممكن يشوفوها انه دول الناس ما يجوزوا الا بدهم المشاكل تستمر، وهاي احنا بدنا نرتاح هسه، بدنا نصلح الاقتصاد. بس انت ما تقدر تصلح الاقتصاد على حساب هضم حقوق اغلبيه الكادحين والمقموعين في النظام البائد السابق. يعني هاي هي مسائل جوهريه ممكن اليسار يتعاملوا معها. لك البايك، تفضل. الكلام كتير جميل وصحيح. يعني فعلا نحن لا يكفينا أنه نقعد وننقد، لازم نقدم البدائل الإيجابية. صحيح، يعني القوى الديمقراطية والحركات النسوية قدمت فعلا بدائل إيجابية. هلا مثلا الحركة النسوية عندها برنامج كامل لجندرة الدستور، وجندرة الدستور ليست يعني انه نغير اللغة بس، يعني السوريين والسوريات وكذا. يعني نحن لا، في بتدخل بكل مفاصل الحياة السياسية، انه لازم يكون في مساواة. يعني اعطيك مثال، يعني نحن في سوريا بيقولوا انه مثلا دين رئيس الدولة مثلا مسلم، ويجب يعني أن يكون يعني غير متزوج بأجنبية. هاي تعديلات دستورية من 2012. هذا آخر دستور. يعني مثلا تصور مثلا النساء هن فكروا أول شيء وقت صارت المفاوضات إنه نحن بس بدهم يحكوا بحقوق النساء، إنه حطوا حقوق النساء ونحن مع المساواة وكذا. قالوا لا، نحن بدنا مراجعة شاملة للدستور. مثلا ليش لازم يكون أول شيء مسلم؟ يعني لا لازم رئيس الدولة مواطن سوري تنطبق عليه الشروط التالية النظر عن الدين واللون والجنس. الشغلة الثانية وقت تقولوا انه غير متزوج بأجنبية، معناتها هو حكما ذكر. يعني عرفت شلون؟ فهذا الشرط كمان خاطئ. يعني عرفت شلون؟ داخلين يعني الحركة السياسية النسوية داخلة بكل تفاصيل، وعنده مسار اسمه المسار السياسي النسوي للانتقال السياسي. يعني مسار شامل لكل التفاصيل. الحركة السياسية النسوية في سوريا متقدمة جدا وإلى حضور على الأرض. وأنا بدي يعني أعمل ب8 بالشهر سيعلن هذا المسار من دمشق 8/1. يعني أنا بعطيك يعني هذا أول مرة بحكي، بس يعني هذا سيعلن المسار السياسي النسوي، واللي هو يعني بيضم كل القوى الديمقراطية والحركات النسوية، وسيعلن من دمشق في 8/1. الشغلة الثانية بالنسبة للقضية الحقوقية، قضية الإعدام، أنا بالنسبة لي أهم يعني مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان هو حق الحياة. وأنا أختلف كنت كثير مع
كل الحركات الماركسية سابقا، إن كان ماو سي تونغ ولا ستالين ولا كذا، لأنه أهدروا حق الحياة. نعم. لا يمكن لإنسان ماركسي وأن يكون يعني القيم الأخلاقية اللي تأخذ مصلحة البشرية جمعاء وعلى أساس يكون في أعلى مرتبة إنه يقبل بإهدار حق الحياة لأي إنسان. هذا طبعا بالمناسبة رفيق أسامة، ما ننسى أنه الدستور الأول للبلاشفة أول ما سيطروا على الحكم في روسيا، بالدستور كان تم إلغاء عقوبة الإعدام. نعم. فأنا مع إذا بدك تيجي لموقفي، أنا مع إلغاء حكم الإعدام في سوريا، بس بتعرف يعني هذا كله يعني لازم يقرروا الدستور أو يعني الجمعية التأسيسية وتكتب الدستور وبعدها يستفتى من قبل الشعب، وإذا ما صار ممكن نشرع شيء بمجلس الشعب بعد الانتخابات، بعد إقرار دستور دائم للبلاد، ولكن سيظل مطلبنا. وأنا كمان من عام 2000 أنا عضو الجمعية السورية لحقوق الإنسان، ونحن نطالب بشكل أساسي بإلغاء عقوبة الإعدام في سوريا والحفاظ على حق الإنسان كحق مقدس، حق الحياة. هذا حق مقدس وهو أساس كل حقوق الإنسان الأخرى، وأي مساس فيه هو اعتداء على الحريات الأخرى، أو الحريات الأخرى ما راح تطبق بشكل كامل. شكرا جزيلا لردودك رفيق أسامة. تقريبا اقتربنا من برنامج ساعتين، وأني أشكرك كثير وممتن لصبرك وتحملك. لازم يعني في بس ملاحظة، في الصديق محمد وشوان عزيز وبقية الأعزاء المتابعين يسلمون علينا، نشكركم. بس أخ محمد يقول آخر شيء، يقول كتب إنه شعاري هو لا بعثية ولا إسلامية، نريد جمهورية ديمقراطية. هذا الشعار قديم، رفع بعام 1980 فعلا، هو كان لا بأس، بس هلا خلص هذا البعث صار من الماضي. هلا فعلا بدنا دولة ديمقراطية مدنية تعددية بتحافظ على حيادية الدولة تجاه كل الأديان والعقائد، وتحترم ممارسة الآخرين، كل يعني الحريات الدينية وطقوسهم وشعائرهم، نحن ما لنا ضدها يعني بس فعلا ما بيصير يكون دولة لمجتمع متعدد تفرض عليها إيديولوجية معينة، مثلا تكون إسلامية أو مثل ما، أو تكون الدولة ما لازم تكون لها أيديولوجية، الدولة جهاز إداري. لا يمكن، هذا لا يمكن، خاصة لمجتمع متعدد. هلا لو مجتمع من لون واحد قد يكون ما في مجتمع من لون واحد، وهذا صعب جدا يعني افتراضا يعني، بس كمجتمع متعدد لا تصلح، لا يصلح. واصلا يعني هذا التزيد، الدوله كائن اعتباري، يعني ما هي شيء معين انه اجي اقول اسميه باسم معين يعني، عرفت؟ هذا النوع من انواع التزيد. فانا برايي التسميه الصحيحه هي الدوله السوريه، وهي بجوهرها دولة ديمقراطية تعددية مدنية علمانية، يعني تفصل كل الأمور عن بعضها، لا مركزية على أساس جغرافي. شكرا جزيلا. شكرا وامتناني مرة أخرى لقبولك دعوتي رفيق أسامة العاشور، وأتمنى نجري حوارات أخرى في ظروف أفضل وحقق بعض الأماني اللي حكينا عنها الليلة، ونشوف سوريا أفضل. وطبعا أنا سبق وكررت الحرية في منطقتنا، في منطقة الشرق الأوسط تجي دفعة واحدة، ما تجي على أقساط. ما ممكن سوريا تكون حرة فقط أو باقي، ولهذا احنا مصائرنا مرتبطة ببعض. وقد ما قدرت القوى اليسارية في المنطقة أنه تتوحد وتتكاتف جهودها،
هل قد ممكن انه نكون مطمئنين على المستقبل. اشكرك مره اخرى واتمنى انه وأنا أشكرك وأشكر كل متابعينك في كل مناطق اللي تتوصل إلى البث، ولكل مشاهدينا اللي راح يشوفونا. وأنا يعني كتير سعدت باللقاء معكم والأسئلة تبعيتكم، وإن شاء الله ما أكون كمان كنت ثقيل عليكم. بالعكس هي أفكاري وهي قناعاتي أهلاً وهذا وضعنا في سوريا يعني. ونتمنى الديمقراطية والحرية لكل الشعوب في المنطقة والشعوب في العالم. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا. أهلا. نعم، هكذا ننتهي من برنامجنا اليوم متابعيني الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامج آخر وفي حوار آخر. يجب أن نقول غدا سيكون لدينا لقاء وحوار مع الرفيق غياس نعيسة، أيضا الساعة 8 عن طريق اليوتيوب والفيسبوك. تابعوا برامجنا، اعملوا لايك وشير للبرامج اللي ذيعة، وإذا لحد الآن ما مشتركين اشتركوا بقناتنا على اليوتيوب. شكرا جزيلا مرة أخرى، إلى اللقاء.